معي أحد متطوعي فرق الدفاع المدني في مركز جنديرس. يعني فرق الدفاع المدني الكل تشهد لها بأنها يعني واكبت مأساة الشعب السوري، لكن هي إمكانيات ضعيفة أمام الكارثة. عرفني بنفسك بالبداية. المدرب مصطفى نجار، مدرب الدفاع المدني. طبعا نحن اليوم الرابع على التوالي نواصل الليل بالنهار، باحثين عن روح جديدة، عن أمل جديد لإنقاذ شخص على قيد الحياة. طبعا حاليا اليوم نحن باليوم الرابع عم نشتغل الثقيل حكما. حتمنا حتم انه ما في اي روح على قيد الحياة، فانتقلنا الى عمل الثقيل. كنا بالايام الثلاثة الماضية انقذنا ارواح الحمد لله عديدة. طبعا في صعوبات جمة، صعوبات كثيرة يعني لهول المصيبة، منها طبعا 90 بناية بلحظة واحدة، امر مهول جدا. كانت المعدات غير كافية، العناصر غير كافية. الكارثة موجودة بعدة مناطق بسوريا على مدار المحرر. طبعا ما كان عدد كافي. بالنقطة الأولى هي جنديرس، هي طبعا أكثر متضررة. المصيبة مثل ما ذكرنا كبيرة، وكبيرة على كل الشعب السوري. كل شخص له مصاب تحت الأنقاض ما بيصدق انه توفى ولو شاف لحتى يشوفه بعينه. فالامل دائما موجود، ونحن بحثا عن الامل وبحثا عن انقاذ اي شخص مستمرين. كان طبعا الصعوبات باليوم الاول كبيره جدا، امطار، ثلوج، عواصف وبرد شديد، فكانت المعاناه كبيره، بالاضافه الى قله مثل ما ذكرنا المعدات. اليوم الحمد لله توفرت فرق الدفاع المدني في المناطق اللي انتهت ما كانت منكوبة، فتفرغت العناصر، وبالإضافة إلى الآليات. كنا نحتاج دعم ولحد الآن ما وصلنا إلا القليل. تماما. دعم لوجستي طبعا ومعدات. تماما. طبعا بالختام يعني كلمة أخيرة توجهها للمدنيين. طبعا الرحمة لشهداء زلزال سوريا. نحن فقدنا كفرق دفاع مدني باللحظة الأولى 4 شهداء، فبنترحم على كل شهداء الدفاع المدني وشهداء الشهداء السوريين بهذا الزلزال، وشهداء في كافة المناطق تركيا وغيرها، لأنه حدث رباني ما فينا نعترض نهائيا، وحدث مهول زلزل قلوبنا قبل ما يزلزل الأرض. شكرا. جزاك الله خير. الله يسلمك.